فيلمنا النهاردة بيبدأ بفندق ترانسلفينيا اللي بيتعمل فيه فرح جوني، الولد البشري اللي دخل فندق مصاص الدماء اللي اسمه دراكولا، وكان دخله بالغلط وحب بنته ميفيس. وبيظهر دراكولا وهو بيرقص مع بنته اللي كانت بتسأله عن جدها اللي ما حضرش الفرح، ووقتها بيقول لها دراكولا إن جدها أصلا مش موافق على علاقتها بواحد بشري. وبتسأله ميفيس لو كان لسه شايف إن جوني شخص وحش، فبيقول لها إنه مش فارق معاه أي حاجة مادام إنها مبسوطة. وبعد مرور سنة بتدخل ميفيس وجوني على دراكولا وبيطلبوا منه يطير مع ميفيس بعيد، لكن دراكولا ما بيفهمش سبب طلبهم بس بيوافق. وبتتحول ميفيس ودراكولا الخفافيش وبيطيروا بعيد في السماء. وساعتها بيتفاجئ دراكولا إن بنته حامل، وبيفرح جدا من الخبر ده، وبيقول لها بعد كده إنه مش متأكد إذا كان الطفل هيكون مصاص دماء ولا بشر، بس هي بتتمنى إنه يكون بشري زي جوزها جوني. وبتعدي الأيام وبتخلف ميفيس ولد وبيسموه دينيس. وفي عيد ميلاده الأول بيتخانق دراكولا مع أهل جوني اللي شايفين إن الطفل طالع بشري، على عكس دراكولا اللي بيكون شايفه مصاص دماء. ولما بيكمل السنتين بتنده ميفيس على جوني اللي بيروح لها بسرعة هو ودراكولا، وبتقول لهم إن دينيس نطق أول كلمة في حياته. وبيعترض دراكولا على الطريقة الجديدة اللي بيستخدمها الموظفين من وقت ما جوني بدأ يتدخل في شغل الفندق، وبيلاقيهم قاعدين على الإنترنت. وساعتها جوني بيقول له إن دي أحسن طريقة يعرفوا بيها الناس كلها على شغلهم، خصوصا بعد ما بقى في بشر كتير بيجوا الفندق. وبالليل بيدخل دراكولا على حفيده وبيصحيه من النوم علشان يعلمه ازاي يتحول لخفاش زيه. وساعتها بتدخل ميفيس عليهم وبتلاقيهم بيرقصوا سوا، وبتستغرب من اللي بيعملوه في الوقت ده لان المفروض دينيس طفل ولازم يتعود على النوم بدري علشان هيروح المدرسة بالنهار. لكن دراكولا بيقول لها ان في حفلة للوحوش الصغيرة والمفروض دينيس يحضرها، لكن ميفيس بتحاول تفهم باباها ان ابنها الصغير طفل بشري ما ينفعش يلعب مع قرايبهم الوحوش. وبعدها بتطلب ميفيس من ابنها يفرج جده على الكرتون اللي فيه وحوش صنعها البشر واللي مش بتعجب دراكولا خالص، وبيشوفهم شوية فشلة. ووقتها بتاخد ميفيس ابنها وبترجع للسرير وبتقعد تغني له، وبينضم ليهم دراكولا اللي بيقعد يغني لهم هما الاتنين لحد ما يروحوا في النوم. ولما بتبدأ حفلة الوحوش الصغيرة بيشكر دراكولا بنته ميفيس عشان وافقت ان دينيس يحضر الحفلة. وفجأة بيقع اول سنة لدينيس، وساعتها بيفرح دراكولا وبيفتكر ان كده دينيس عنده انياب وهيبقى مصاص دماء زيه. لكن ميفيس بتقوله ان دينيس بشري ومش هتطلع له انياب ابدا. وبعدها بيتصدم دراكولا لما بيعرف من بنته ميفيس انهم هينقلوا لكاليفورنيا المكان اللي اتربى فيه جوني جوزها. ووقتها بتقوله ان المكان هناك مكان اكتر امان لطفلهم. وبيتوتر جوني لما دراكولا بيسأله لو كان موافق على اللي قالته ميفيس، وبيرد عليه وبيقوله انهم لسه ما قرروش. وبعدها بيدخل فرانكشتاين على دراكولا وبيلاقيه قاعد بيكلم نفسه وبيقوله عن اللي حصل من بنته وجوزها. وساعتها بينصحه فرانكشتاين انه يقضي وقت اطول مع حفيده، وبيقوله يعرض على بنته وجوزها انهم ينزلوا اجازه ويسيبوا ابنهم معاه، وبكده هيقدروا يكونوا لوحدهم. وساعتها هيقدر دراكولا يعلمه ازاي يبقى وحش قبل ما يتم حفيده دينيس ال5 سنين، لانه لو عدى السن ده مش هيقدر ساعتها يكون مصاص دماء ابدا. فبيروح دراكولا لجوني وبيتفق معاه على الخطه دي. وقبل ما بتنزل ميفيس الاجازه بتاعتهم بتقعد تراجع كل حاجه مع باباها بخصوص ابنها دينيس، وبتعرفه اكله وشربه ومواعيد نومه، وبتقوله انها تقدر تاخده معاها لو كان هيبقى كتير عليه. لكن ساعتها دراكولا بيصر انه يفضل معاه ويوعدها يكلمها فيديو بالموبايل كل يوم عشان يطمنها. وبمجرد ما بيتحرك جوني وميفيس بياخد دراكولا حفيده وبياخد صحابه وبيركبوا العربيه، كل ده عشان يعلم دينيس ازاي يكون وحش حقيقي. وبتكون ميفيس متحمسه لرحلتها مع جوني للمكان اللي اتربى فيه، وبتقوله انها عايزه تشوف كل تفاصيل حياته قبل ما يقابلها. وقتها بتحاول تتصل بالفندق علشان تطمن على ابنها الصغير، لكن جوني بيحاول يشتتها وبيقول لها ان دينيس اكيد لسه مصحاش من النوم. ووقتها بيوصل دراكولا هو واصحابه للمكان اللي كانوا بيتمرنوا فيه زمان لما كانوا لسه صغيرين، وبيلبس دينيس زيهم، وبيوضح لهم دراكولا ان كل واحد منهم هيعلمه حاجه تخص الوحوش. وبيبدا فرانكشتاين يعلمه ازاي يخوف الناس، ولما بيحاول فرانكشتاين يخوف بنتين بيتقلب الموضوع ضده وبينبهروا بيه وبيتصوروا معاه، وبيلاقوا قدامهم بعد كده دينيس اللي بيحاول يقلده، لكن البنتين بيشوفوه طفل لطيف. وبعدها بيجي دور صاحبه الديب اللي بيطلب منه دراكولا يروح يصطاد عشان دينيس يتفرج عليه ويتعلم منه. لكن الديب ما بيبقاش متحمس وهو رايح يصطاد غزالة عشان بيبقى اعتزل الصيد من سنتين. وساعتها بيلاقي طبق طاير وبينسى الغزالة تماما وبيجري على الطبق يخطفه من الكلب، وبيفشل هو كمان في تعليم الصيد وبيدخل الموميا علشان يقوم بدوره هو كمان في تعليم دينيس، لكن ظهره بيوجعه وبيقع وبيضحك عليه دينيس. وبنرجع تاني لميفيس اللي كانت منبهرة بكل تفاصيل المدينة، ولما بتروح للمنطقة اللي بيلعب فيها الأطفال بالعجل وبيركب جوني عجلة وبتتكسر بيه. وبعدها بتدخل ميفيس اللي بتجرب وبتلعب
كويس وبينبهر بيها كل الأطفال وهم بيتفرجوا عليها، وبتقوله إن المكان مناسب جدا علشان تربي ابنها دينيس، وبتحاول بعدها تكلم باباها علشان تطمن على ابنها دينيس. وساعتها بيتوتر دراكولا لما بيلاقيها بتتصل بيه، وقبل ما يرد عليه بيلبس دينيس نظارة شمس علشان ما بيكونش عارف يصحيه من النوم. وبتستغرب ميفيس إن ابنها لابس نظارة، فبيقول لها دراكولا إنهم بيلعبوا لعبة خاصة بالأطفال الخارقين، وبيقفل الخط بعد ما بيقول لها إن الشبكة وحشة، وبتقتنع إن ابنها كويس ومستمتع باللعب مع جده. وبنرجع تاني لدراكولا اللي بيتضايق عشان عارف إن بنته مبسوطة هناك، وده هيخليها ما تتراجعش عن خطتها في النقل. ولما بيصحى دينيس من النوم بيقول لجده دراكولا إنه مفتقد باباه ومامته، وبياخدوا دراكولا للمخيم الصيفي لمصاصين الدماء، واللي اتعلم فيه دراكولا إزاي يصطاد فيران وإزاي يستخدم قدراته الخارقة وهو صغير. لكن دينيس بيلفت انتباهه لعبة التنس اللي بيلعبوها الأطفال، وبيقابل دراكولا بعدها المشرف بتاع المخيم وبيطلب منه يعلم حفيده أساسيات إنه يكون وحش لأنه متأخر في النمو كمصاص دماء. وبيتضايق دراكولا من الطريقة الجديدة في تعليم الأطفال داخل المخيم اللي اختلفت تماما عن أيامه لما كان طفل. بياخد دراكولا حفيده وبيقرر يعلمه إزاي يبقى وحش على طريقته القديمة، وساعتها بيقرر يرميه من فوق عشان يتعلم الطيران، لكن بيقع وبيقدر دراكولا يلحقه على آخر لحظة قبل ما يوصل للأرض. فبيقرر المشرف إنه يبلغ ميفيس أم الطفل، وبياخده دراكولا وبيحاول ينيمه مغناطيسيا لكنه ما بيقدرش لأن المشرف أصلا بيكون مصاص دماء زيه. وبيوصل جوني وميفيس لأهل جوني اللي بيرحبوا بيهم، وبتفرج مامة جوني ميفيس على بيتهم والأوضة اللي هيقعدوا فيها مع بعض والحاجات اللي اشتروها لحفيدهم. وبتقول لهم مامة جوني إنهم عازمين جيرانهم عندهم علشان تعرفهم على ميفيس، واللي بيجوا هم لابسين زي الوحوش علشان يلفتوا انتباه ميفيس ويقنعوهم تستقر في كاليفورنيا. وبعدها بيعتذر جوني وهم قاعدين على سطح البيت علشان الناس كانوا بيتعاملوا معاها بغرابة، وبيقول لها إنهم بيحاولوا يحسسوها إنها مش غريبة عنهم، لكن بتقول له إنها مش مهتمية بأي حاجة غير إنها تربي ابنها بعيد عن الفندق علشان يبقى زيه وما يبقاش زيها غريب الأطوار وما يعرفش أي حاجة عن الدنيا. وساعتها بيقول لها جوني إنها جميلة، ولو ابنهم كبر وبقى شبهها هيحسوا ساعتها إنه أكتر شخص محظوظ في العالم. فبتحضنه وبتقول له إنهم هيبقوا سعداء في أي مكان سوا. وبعدها بتتصل بوالدها بعد ما شافت فيديو عن دينيس وهو بيقع من البرج، وبيتوتر دراكولا لما بتسأله عن مكانهم، وبتقرر ترجع للفندق. وساعتها بيطلب دراكولا من أصحابه إنهم يرجعوا هم كمان بسرعة قبل ما توصل، وبتجري على المطار تحجز تذكرة، لكن الموظفة بتقول بكل برود إن مفيش طيران مباشر. فبتتعصب عليهم وبتقرر إنها تطير وتروح بنفسها وتشيل جوزها، وبتتحول لخفاش وبتطير للفندق. ووقتها دراكولا بيكون مخضوض وهو طاير مع حفيده راجعين للفندق، وبيوصلوا في نفس الوقت مع بعض. وساعتها بتتعصب ميفيس عليه وبتوريله الفيديو اللي شافته عن دينيس لما كان في المخيم، وبتقوله إنها خايفة على ابنها إنه يعيش وسط الوحوش، لكنها دلوقتي خايفة عليه أكتر إنه يعيش مع جده. وبيحاول دراكولا يبرر كل سبب للي عمله، فبتقوله إنه سمح للبشر يدخلوا الفندق لكن ما سمح لهمش يدخلوا قلبه. وبتاخد ميفيس ابنها دينيس وبتمشي، وبتقرر تلم حاجتها وتنقل كاليفورنيا. وبعدها بتدخل ميفيس على أوضة ابنها، فبتلاقيه قاعد يقول إنه خفاش ويقدر يطير، فبتقوله إنهم رايحين لجده وجدته، وبتحكي له عن كاليفورنيا وبيسألها عن جده دراكولا، فترد عليه مامته وتقوله إنه لازم يفضل هنا علشان ياخد باله من الفندق، بس بتوعده إنهم يكلموه كل ليلة ويزوروه من وقت للتاني. وبعدها بيوصل أهله وقرايب جوني للفندق بعد ما عزمتهم ميفيس، وبيتصدم دراكولا لما بيعرف إن بنته عزمت جدها على وليمة علشان يتعرف على دينيس لأنه بيكون أصلا بيكره البشر. وبيجري دراكولا بسرعة بيفهم جوني إن والده ما ينفعش يعرف إنهم بشر وإلا هيقتلهم، فيقرر جوني يقول لأهله إن الحفلة هتبقى تنكرية ولازم يلبسوا زي الوحوش ومصاصين الدماء. وبيحاول دراكولا يدرب جوني على الكلام زيهم. وبعدها بيوصل جد ميفيس وبيرحب بيه دراكولا، وبيطلب من فرانكشتاين يخلي باباه بعيد عن البشر على قد ما يقدر. وبيسأل جد ميفيس عن دينيس اللي بيدخل عليه، فبيحاول يشوف أنيابه علشان يتأكد إنه مصاص دماء. وبيقول لدراكولا إن أنياب حفيده شكلها تتأخر في الظهور زي أنيابه وهو صغير، وساعتها بيقرر يخوفه علشان أنيابه تخرج أسرع. وبيبدأ يستغل العرض اللي على المسرح علشان يخوف دينيس. وبيروح دراكولا وبيعترف لبنته ميفيس إنه كان بيحاول يخليها تقعد في الفندق وما تروحش كاليفورنيا. وساعتها بتتعصب ميفيس وبتتخانق مع جوزها جوني لما عرفت إنه مشارك مع والدها في الخطة دي، وبيتخانقوا كلهم سوا. وبيسيبهم دينيس وبيمشي وهو زعلان، وبيخرج بره الفندق. وبيعرف جد ميفيس إن جوني وأهله بشر مش مصاصين دماء، وبيزعق مع ابنه دراكولا وبيقول إنه مش بيكره البشر وإن حفيده أطيب وألطف طفل شافه في حياته، ولو مش بيحبه عشان نص بشري فده معناه إنه شخص غبي. وساعتها بتحضن ميفيس باباها بعد ما سمعت كلامه، وبعدها بيستغرب
الكل إن دينيس مش موجود، واللي بيبقى في الوقت ده قاعد مع واحدة من الأطفال الوحوش وبيقول لها إنه زعلان علشان ما طلعش زيهم. وفجأة بيدخل عليهم وحش وبيحاول يخطف دينيس في الوقت اللي بيحاول كل الفندق إنهم يدوروا عليه. وساعتها بتطلع أنياب دينيس مرة واحدة وبتتحول لخفاش وبيواجه الوحش وبيكسر أسنانه، وبيوصل كل اللي في الفندق وبيتفرجوا عليه وهو بيهجم على الوحش. وبيحضن دراكولا حفيده وبيطلب من ميفيس إنه يفضل في الفندق، وبتوافق ميفيس وبيفرح كل اللي موجودين. وبكده بينتهي فيلمنا. لو عجبكم الفيلم اضغط على لايك، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب علشان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت واللي لسه جاية، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. سلام.